السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. معكم ليلى الشيوات. نرحب بالجميع ونرحب بالقدم والجدد، ومرحبا بالجدد اللي راهم يدخلوا عنا. ما تنساوش ديروا ابوني اللي عنده الجرس اللي عنده الخطوط على اليمين وعلى اليسار، هكا بيوصلكم كامل الفيديوهات التوعي. العصير في القمه البنات، اقتصادي ما شاء الله، ذوق ولون. ندخلوا خواتاتي ونقولوا بسم الله على بركة الله. نحتاج في هذا وصفتنا عندنا 3 حبات ليمون البنات. هنا خاصنا ندو غير العصير تاعه. هنا البنات راني حاطه عصير تاع البرتقال وتاع ذوق كريبوني. هذا هو العنوان تاع العصير البرتقال اللي تبغي تدخل عليه، وغادي نحط لكم يعني هنا في صندوق الوصف البنات. هذا اللي يهبلهم هذا الذوق تاع الكريبوني، هاي يهبل بزاف، وتدخلوا تشوفوا التعليقات راهم تجربوه والحمد لله. هنا كما قلت لكم البنات في هذا وصفتنا تاع العصير الليمون نحتاج 3 حبات ليمون، ما درتهمش كبار، متوسطين البنات. الذوق يهبل البنات. ندو فقط العصير كما راكم تشوفوا خواتاتي 3 حبات ليمون. هنا البنات خاصكم ديروا الماء، يعني ديروا لاكلاص. انا ما كانش عندي متواجدين هذوك البطاط، درت غير قرعه تاع ايفري كونجليتها ومن بعد ديت منها شويه فتتها. هذا مكان هذوك القشور خلوهم من بعد تحتاجوهم في الحلويات. هنا خاصنا غير العصير. نجيب هنا البلاندر تاعي، واللي ما عندهاش دير الماء بارد ودير فيه بالميكسور، البغات تاع الميكسور. هذه هي. هنا درت حطيت هذاك العصير. هنا عندي قبضه تاع النعناع مغسوله مليح مليح من هذاك الغبار والتراب راكم عارفين، وندي الاوراق تاعها فقط البنات. هنا خاصنا الاوراق ماشي هذوك المطارق تاعها، غير الاوراق. شوفوا صدقوني يا البنات، واحد العصير ما شاء الله ولا في الاحلام. غير تجربوها البنات وحطوا لي في التعليقات اللي دارت هذا الوصفه، تحط عليه كيما الكريبوني اللي درتها لكم. هنايا شوفوا هذا ما بقى منها، يعني كامل ديت هذاك ديت هذاك الاوراق تاع النعناع وحطيتهم مع هذاك الجو تاع العصير تاع الليمون. وهنايا السكر البنات، انا ماشي ندو كاس، ندو فقط 5 ملاعق. راني عبرت لكم سوا 5 ملاعق سكر. انا وريتكم زعما الكاس شي يبقى منه، بقى فوق النص. هنا 5 ملاعق. شوفوا البنات ما تزيدوا ما تنقصوا. هذا هو الذوق تاعها. الا زدتوا غادي تجيكم حلوه ما تجيكم شابه. خاصكم ديروا هذه المكونات هي الاولى باش تديكم هذيك الرغوه، حوالي مده دقيقه ولا 2 باش هذاك النعناع ينطحن كامل. 5 ملاعق سكر كبار مع هذوك اوراق النعناع وجي هذاك تاع الليمون واللاكلاص، هما اللي يطحنوا الاولين في البلاندر في هذا الروبو، يطحنوا غايه. كي تولي هذيك الرغوه نحي هذاك الروبو تاعك وزيدي هذيك ريتله تاع الماء اللي زدناها. فهمتوا خواتاتي؟ هذا الوصفه في قمه الروعه. جربوها، حطوا لي في التعليقات البنات. بكل مصداقيه عطيتها لكم، وراني موالفه نديرها في بيتي، ماشي غير مني قرب رمضان ولا، انا يوميا نديرها في بيتي كي يكون عندي اللين. هناك اني ناكد لكم 5 ملاعق تاع سكر كبار البنات، ما تحتها ما فوقها. يعني هذه هي قياس اللي عطيتها لكم، وخرجت كما قلت لكم تهبل. شوفوا هذيك الرغوه ما شاء الله، اكدوا لي على هذيك الرغوه البنات. هنا خرج ذوق ولون والبنه. اش نقول لكم؟ واو. كي تجربوها حطوا لي في التعليقات. شوفوا البنات برا يدير الكاس الواحد تاع هذا العصير يدير 30 ميل. صدقوني يا البنات يدير 30 ميل الكاس. اما انتم صنعوها في الدار وبمكونات بسيطه واقتصاديه في متناول الجميع، كامل موجوده في البيت. هنا خواتاتي شوفوا هذيك الرغوه اللي خرجت ما شاء الله، وعطيت لكم هذه الكميه. واللي عندها عائله كبيره تضاعف المقادير ودير. احنا ما خصناش هذاك العصير يجي حلو، يجي شويه قروسيه بصح يجي يهبل. شوفي كل ما تشربي ما تشبعيش، سيرتو احنا في رمضان مع هذاك العيا وكم عارفين نضلوا في الكوزينه وكاع، عبالك تحطيه بارد تحطيه على قلبك. وش نقول لكم خواتاتي؟ تبري هذه يا خواتاتي. شوفوا قلت لكم في قمه الروعه ويهبل. تزيين فقط درت غير بهذاك الاصفر، ما كانش عندي متواجد الاخضر باه يجي كيف مع هذاك اللون. وكما قلت لكم
الوصفه تهبل. وغادي نحط لكم في صندوق الوصف العصير البرتقال اللي درته والعصير تاع الذوق تاع الكريبوني اللي هبلهم، وجربوه وحطوا لي في التعليقات. الحمد لله كامل غادي تلقاهم هنا في صندوق الوصف. ونقول لكم شاهدكم في الجنه ان شاء الله، وتحتاجوهم في شهر رمضان. نقول لكم نلتقي في فيديو اخر جديد. البنات ما تنساوش اختكم في الله باللي جام والبارطاج. نحبكم في الله. باي باي، مع السلامه.